كلمة تانية وأخيرة للاستخبارات العسكرية: لا تعتقدوا بأنكم نجحتم. عودوا للأخلاق القويمة وكفوا عن هذه اللغة المتخلفة وهذا الأداء الفاسد. لقد استمعنا للشهيد خميس أبو بكر وهو يستنجد في قناة فضائية عن تقاعسكم عن تقديم الدعم والمساندة من أقرب حامية عسكرية بجواره. الاستخبارات أنتم تحديدا ملفكم لدي أنا تراجي عمر أبو طالب مصطفى شائك، وأداءكم منحط. فأنتم من قد أشعلتم الفتنة بين الفونج والهوسة، وأنتم من أشعلتم الفتنة بين الحمر والمسبعات، وأنتم من أشعلتم الفتنة بين حمر ورزيقات ومسيرية، وأنتم من أشعلتم الفتنة بين بني فضل وما بعرف حمر أو معالية، المهم مستمر الفتنة. وأنتم من أشعلتم سابقا الفتنة بين المعالية والرزيقات، وأنتم من أشعلتم الفتنة على أهلية في شرق السودان. ده أداءكم. والآن أنتم من يشعل الفتنة بين المساليت والرزيقات في غرب دارفور. كفوا عن هذا الأداء الفاسد. سامعيننا شنو؟ كفوا عن هذا الأداء الفاسد. نحن والله لا نعرف دعم سريع كما نعرفكم أنتم، ولا نعرف تفاصيل الصراع في غرب دارفور كما نعرفكم أنتم، ولكن نعرفكم أنتم ونعرف فسادكم السياسي ونعرف حروبكم التي لا أخلاق لها. لقد صدتم الدنيا، كدتم أن تبيدوا التبو في جنوب ليبيا، وأنا متابعة لهذه الملفات، ودخلتم تشاد أكثر من مرة ناشرين للفتنة، والآن تذهبوا لمحمد كاكا لتحدثوه عن أهمية شقاء تشاد الشقيقة. أنا أتهمكم تحديدا بأنكم أنتم خلف مقتل إدريس دبي. أنتم من حركتم حفتر وحركتم السيسي ضد حكومة تشاد لتوحد المعارضة التشادية في ليبيا لتنقض على إدريس دبي ذاك الانقضاض المهين. وهذا كان توعدكم وتوعد رجلكم صلاح قوش بأن يفض شهر العسل الذي قام بين الزغاوة والرزيقات في جوبا بأنه قادر على فضه في إنجمينا. كفوا عن هذا اللعب الخبيث، كفوا عن استرخاص دماء السودانيين. وأنتم الآن من يقول لا زلنا بحوجة للدعم السريع ولكن بلا أولاد دقلو. وحينما سألنا لماذا قلت طالما هنالك حركات زغاوة فلا بد من وجود الدعم السريع. الآن تخدعوا الزغاوة. والزغاوة طبعا برضو هم عندهم رغبة في خداع أنفسهم، يعني ما كل الزغاوة أكيد بالألف واللام، وإنما بعض قيادات الزغاوة الحالمة بالسلطة والثروة. أنتم من تفعلون ذلك. أنتم من أجبرتم أن لا يدخل منصور أرباب والريح للسلام. أنتم من ضحيتوا بقيادات المساليت، وأنتم من تسترخصون الدماء، وأنتم من شجعتم الحلو أن لا يوقع، وأنتم من ترغبوا الآن في عودته. كل أداء الاستخبارات السودانية. كفوا أداءكم الخبيث وعودوا إلى الله، فلم يتبقى شيء من الوطن بعد. ومن يحرق الآخرين سيحرق بنفس النار، نار الفتنة. من يظلم الآخرين سيظلم. حينما استبحتم وحينما تورطتم في حرب التجراي والأمهرة ومات الشعب الأثيوبي بما يفوق 500,000، ما يعادل النصف مليون، أنتم من أشعل تلك الحرب عن طريق رجل مخابراتكم صلاح قوش. وكان يمكنكم أن تلعبوا دور الوسيط بين المصريين والأثيوبيين. كان يمكنكم أن تكونوا أكثر أخلاقية، ولكنكم دوما تسترخصوا دماء الآخرين. كفوا عن هذا الأداء. قوات جيش الرب، اسمعوا جيدا، قوات جيش الرب التي ساهمت في قتال معالية ورزيقات، أنا تراجي من تعرف ذلك، وأعرف الوجود في نواحي دافوق. كفوا خبثكم هذا عن الشعب السوداني. كفوا عن هذا الخبث، وكفاية تعاطي بهذه الدموية.
نحن نعرف دروبكم، بعض السودانيين قد لا يعرفوها ولكن نعرفها. فكفوا عن هذا الفساد وكفوا عن الجعجعة في الأسافير وعودوا إلى كلمة الله، وكفوا عن التصفيات، والرحمة والمغفرة لأخونا فخري ود الحمر الذي تمت تصفيته أخيرا وهو يحمل لباس القوات المسلحة، ولكنكم استكثرتم عليهم الحياة. وعشرات التصفيات تتم الآن. كفوا عن هذا الأداء الدموي وعودوا إلى الله إن كنتم ترغبوا في وجود مستقبلي لهذا البلد المنكوب بتعاطي أمثالكم. السودان. تراجع عمر أبو طالب، مصطفى من كندا.